السلام عليكم. ايه الاخبار يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طيب ان شاء الله فيديو النهارده هنعرف ازاي نشتري في بي اس بالجنيه المصري من منصه رؤية اي اي، وازاي نشغله وازاي ندفع، كل الخطوات ان شاء الله بالتفصيل. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه طبعا دي الداشبورد او اللاندنج بيج بتاعه رؤية اي اي. احنا عموما هنكتب في السيرش رؤية اي اي، وهسيب لكم اللينكات كلها في وصف الفيديو. اول اختيار هيجي لك تضغط عليه هيفتح معاك بالشكل ده. طبعا هتسجل دخول عادي بجوجل، بالايميل، جيت هاب، ايا كان يعني هيظهر معاك بالشكل ده. احنا عشان مسجلين هنضغط على كلمه داشبورد. طيب هو هيفتح معاك بالشكل ده. احنا عايزين ننزل في الجنب هنا على قسم كلاود في بي اس. كلاود في بي اس اللي هو الفي بي اس الفول اكسس. تمام، نضغط عليها بالشكل ده. هيعرض هنا لينا الباقات المتاحه. طيب ايه الفرق بين الباقات؟ بكل بساطه كده هو طبعا فرق في الموارد. اول حاجه يعني لو تاخد بالك هنا البروسيسنج 2 سي بي يو، الميموري 4 رام، وهنا 4 بروسيسنج، وهكذا. والباقات بتختلف برضو في شويه اضافات. فري باك اب بشكل يومي، فول اكسس روت طبعا، اكتر من مميزه في كل باقه. فده يعني الاختلاف بينهم بكل بساطه. طيب احنا هنختار مثلا الباقه كلاود برو. تمام، وهننزل تحت هنا نشوف هنختار المدة المتاحة اللي احنا عايزين، مثلا شهر، 3 شهور، 6 شهور. طيب احنا ممكن ناخد الشهر. وهنا الريجن او مكان التواجد الفي بي اس ده على حسب اختيارك. هو مش بيفرق قوي، ولكن بيفرق لو انت مثلا ايه في حته بعيده عن الدوله دي. عموما لو انت في مصر او عموما في شمال افريقيا او الخليج، فبالنسبه لك برضو بلغاريا او صوفيا ان هي في اوروبا، فقريبه مفيش اي مشاكل، وهي الفري عموما. وهنا بننزل نختار الاو اس او نظام التشغيل. تمام، طبعا على حسب شغلك انت محتاج ايه. كلهم مفيش اي حاجه فيهم بتكلفه اضافيه من ناحيه اوبونتو او ويندوز او غيره يعني. هنا بنختار الفيرجن بتاع الاو اس، احنا كنا نختار 24. طيب وهنا بعد ما اخترنا الاو اس بتاعنا هنختاره اوبونتو 24. هننزل تحت كده هيظهر معانا هنا الخانه اللي احنا هنملى فيها البيانات وهنكمل فيها الدفع. طيب اول حاجه خالص هنا هنضيف رقم الواتساب الخاص بينا. انت لازم تمشي بالخطوات بالظبط. نضيف رقم الواتساب. طب خلينا نضيف اي رقم دلوقتي. تمام، بعد كده هنا موجود اكتر من طريقه دفع، منهم فودافون كاش او انستا باي. موجود دفع بالكارت الفيزا، ماستر كارد، طبعا فودافون كاش، انستا باي، وميزا، وفوري. طيب انت لو بتدفع بالكارت او ماستر كارد تضغط اجري. بعد كده هنا هتعمل باي عشان تكمل الدفع. طيب احنا نختار فودافون كاش عموما، وهننزل تحت نختار الرقم اللي هنحول عليه. تمام، الرقم ده او ده مش مشكله. هنا هناخده كوبي. بعد كده هنروح ندفع. تمام، نحول مبلغ. لما نحول مبلغ هيظهر معانا كده تحت في الايصال الدفع حاجه اسمها ترانزاكشن ريفرنس، الاي دي يعني. هنضيفه هنا الرقم اللي هيظهر معاك في الايصال. تمام، طيب هو مش موجود عندك في الايصال او بتدفع بطريقه تانية مثلا فودافون كاش بس الرقم الايصال مش موجود، تقدر تضيف هنا رقم الواتساب او رقم الهاتف بتاع حضرتك في الخانه دي. تمام، بعد هنا هنعمل ابلود. بعد كده هنعمل هنا ابلود للايصال نفسه او السكرين شوت للتحويل. وبعد كده خلاص هنعمل اجري. بعد كده بريفيجن ماي في بي اس عشان نبدا نتمم الطلب. طيب انا هعمل البيانات سريعا كده وارجع لكم بعد ما اخلص الطلب. طيب وهنا بعد ما خلصنا الدفع ظهر معانا هنا ان هو سكسسفلي العمليه. تمام، هنتوجه على طول على قسم اسمه ماي سيرفيسز هنا عشان نشوف خدماتنا. طيب ممتاز جدا، هنا ظهر معانا الفي بي اس بالشكل ده. هو ممكن يكون مش ظاهر معاكم طبعا، دي كنت خدمه شاريها يعني ان ولكن احنا دي خدمتنا اللي لسه مشترينها دلوقتي. هنا وقت الشراء، هنا الانتهاء او التجديد. تمام، طيب دلوقتي احنا عندنا اكتر من طريقه نقدر ندخل بيهم على الفي بي اس. هم مسهلين الدنيا هنا. هنا ممكن نخش من جزء اسمه اوبن كونسول. هنا ده هيفتح معانا على طول كونسول او تيرمينال كده بسيطه تقدر تشتغل من عليها. طيب تمام، دلوقتي في طريقه تانية برضو هي عن طريق الكوماند اللي خاص بجهازك مثلا او ايا كان طريقه تفتح بيها السيرفر. هنا موجود الاي بي، موجود البورت، موجود اليوزر نيم، موجود الباسورد. طيب احنا هنفتح عن طريق الاوبن كونسول. هنضغط عليها بالشكل ده ونستنى كده تظهر معانا. ممتاز جدا،
خلال دقايق بالظبط فتح معانا، او خلال ثواني فتح معانا على طول، وهيفتح معانا بالشكل ده. هنا بقى خلاص تقدر بقى تنزل او تسطب اللي انت عايزه كله وتفتح اللي انت عايزه كله. كل مره تقدر تخش من نفس الجزء هنا اوبن كونسول. وفي الطريقه الثانيه لو حابين نشرحها لكم مفيش مشكله نقدر نشرحها لكم، ولكن بقول لك على اسهل طريقه. عموما تقدر تاخد الامر اللي هو SSH روت ده، وعن طريق الكوماند الخاص بجهازك تدخله وتدخل باسورد السيرفر هيفتح معاك على طول. ولكن احنا هنا هنستعمل التيرمينال، ما فيهاش مشكله وافضل بكتير، وكمان فيها يعني كسلاسه افضل من ان انت تخش بقى من على الكوماند او على برنامج خارجي. وبس كده يا شباب، دي كانت فيديو بتاع النهارده. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنبدا نشرح بقى شغل عملي وازاي نسطب ان على السيرفر ونوفيليوشن والى اخره ان شاء الله. ما تنسوش دعمكم لينا، وشكرا.